الرحيم. سيداتي انساتي سادتي احبائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وطابت اوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في هذا اليوم الكبير والكبير جدا، وربما يكون ايضا الحاسم على مستوى الليغا الاسبانيه. مهر الليغا سيدفع هذه الليله الكبيره، اما فرصه يستغلها برشلونه في اعاده الامل واستعاده اشياء كثيره، واما ان يفوز ريال مدريد ليصعد عتبه كبيره مهمه جدا من اجل استعاده الليغا التي تبتعد عن عرين النادي الملكي منذ اكثر من 4 مواسم. بالتاكيد هذه المباراه لا تحتاج الى مقدمات. الكلاسيكو وما ادراك ما الكلاسيكو، المباراه الاهم في كل عام على مستوى العالم. في برنابيو من المتوقع ان يشاهد هذا اليوم هذا الكلاسيكو 650 مليون مشاهد واكثر من 185 دوله. مدريد هكذا استقبلت جماهير سانتياغو برنابيو فريقها الملكي قبل مباراة برشلونة المهمة جدا في الجولة 33 من الليغا الإسبانية. وبطبيعة الحال الكل ينتظر معنا هذه المباراة المهمة جدا، نكون أو لا نكون بالنسبة للضيوف برشلونة الذي يبتعد 3 نقاط عن ريال مدريد المتصدر، والذي يملك أيضا مباراة مؤجلة، وهو الذي يعيش فترة رائعة على أسبوع كبير بعد تجاوز البايرن الكبير في دوري أبطال أوروبا. في المقابل فإن برشلونة هو الآخر. المباراة مهمة جدا لاعتبارات كثيرة وكبيرة جدا هذا اليوم في سانتياغو برنابيو. الجولة 33 من الليغا الإسبانية، 75 نقطة لريال مدريد، 72 نقطة لبرشلونة، وبالتأكيد مباراة تعني الكثير في الطريق إلى اللقب. اليوم هنالك طبعا الكثير من الأشياء المهمة التي تسبق مباراة الليلة، وبالتأكيد كانت الأجواء كبيرة قبل مباراة اليوم في مدريد. اللون الأبيض كان طاغي في الشوارع، في الساحات، في بلافا مايور، في كل مكان. المدريدية متحمسين جدا لهذا الكلاسيكو، يعتبرون جسر العبور إلى الليغا 33 في الجولة 33 وضد الغريم التاريخي FC برشلونة. اليوم في المقابل المعسكر الكتالوني حالة من القلق على وضعية الفريق بعد الخسارة من يوفي، ولكن الفوز في مباراة اليوم سيعالج الكثير من الجراح لبرشلونة للويس إنريكي، وبالتأكيد حتى بدون نيمار في مباراة اليوم. كل التحايا لكم أينما كنتم مشاهدين عبر قنوات بي إن سبورتس. اليوم نحن فقط في مشاهدة حصرية، في نقل حصري بتقنية ال4K وعلى 6 قنوات، وأمام الكثير جدا من المشاهدين في الوطن العربي الكبير. نرجو لهم أن يستمتعوا بمباراة الليلة. بداية هذا اللقاء ريال مدريد صاحب الأرض والدار يلعب كما جرت العادة بكيلور نافاس في وسط الدفاع، ناتشو مع راموس، على الجهة اليمنى كارفاخال، على الجهة اليسرى مارسيلو، مودريتش، كاسيميرو، توني كروس. في الهجوم الBBC بيل يعود أساسيا بجانب كريستيانو رونالدو، وبالتأكيد كريم بنزيما. قائمة الفريق الملكي في مباراة اليوم، بينما برشلونة يلعب هذا المساء بتر شتيجن في حراسة المرمى، سيرجي روبرتو، جوردي ألبا، أمتيتي مع بيكي. على مستوى الدفاع في وسط الملعب راكيتيتش، وأيضا يتواجد بوسكيتس، انيستا، ليونيل ميسي مع سواريز، باكو الكاسير يعوض غياب نيمار الغائب عن هذه المباراة، بالتأكيد الغائب الأكبر عن الكلاسيكو بداعي الإيقاف بعد محاولات كبيرة من أجل أن يلحق بالكلاسيكو، لكنه فشل في الأخير في أن يكون في مباراة الليلة أمام هذا الحشد الجماهيري الكبير، وأمام الكثير من عيون الكاميرات وعيون المتابعين العاشقين المحبين الساهرين من أجل البارسا العاشقين لمدريد. سننتظر من يكون الزعيم المعلم اللي يحسم مباراة كبيرة من هذا النوع. راموس يغير اتجاه اللاعب لكارفاخال على جهة اليمين، كرة خطيرة لرونالدو،
برشلونة بداية قوية للميرينجي، يا لها من بداية ويا له من تدخل، وبالتأكيد سقوط كريستيانو داخل منطقة الجزاء. غير متأكدين ما إذا كان فيها ركلة جزاء أم لا، وفرصة كانت خطيرة لريال مدريد الذي يعيش فترة رائعة جدا. الأسبوع الأخير على الأقل يجعلهم جاهزين 100% على مستوى المعنويات لمباراة الليلة ضد البارسا وفي الكلاسيكو. الاحتكاك الذي كان بين أومتيتي وكريستيانو رونالدو، مباراة اليوم يحكمها أليخاندرو خوسيه هرنانديز حكم هذه المباراة. الأخطاء ممنوعة اليوم، مودريتش لكريستيانو رونالدو على جهة اليمين، أومتيتي في التغطية ورمية جانبية. يلا اعطونا ما لديكم في هذه الليلة الكبيرة التي بالتأكيد تحتاج إلى نجم قادر على حسم هذه النوعية من المباريات. اللي الهداف التاريخي للكلاسيكو 21 هدف، الدرجة الأكبر، العدد الأهداف الأكبر كان في البرنابيو. ليو دائما ما يتألق في برنابيو، عكس كريستيانو لا يتألق هنا، ولكن تألق الأكبر يكون في ميدان برشلونة في الكامب نو. لمسة باتجاه لوكا مودريتش إلى راموس. ريال مدريد يبدأ المباراة بشكل قوي، سيطرة من الدقائق الأولى. لمسة باتجاه كريستيانو رونالدو، عودة بعد ذلك لراموس، تغيير اتجاه اللاعب في الانتظار. كارفاخال، عادت الكرة للوراء عند كريستيانو، صاروخ ماديرا بين يدي كارفاخال، والكرة عرضية بعدها الدفاع خطيرة للميرينجي. برشلونة تحت الضغط في الدقائق الأولى. ريال مدريد يبدأ المباراة بقوة الآن، في حاجة إلى الثبات أكثر البرسلان أمام هذا الهجوم القوي للميرينجي، وكرة عرضية بعيدة عن كريم، وفي الأخير إلى ضربة مرمى تير شتيجن. المعنويات والحضور الذهني والتحضير النفسي المهم جدا قبل مباراة اليوم. تحضير كان مهم لكلا المدربين. لويس إنريكي يفقد نيمار في أهم معارك الموسم، وبالتأكيد بعد الخروج من الشامبيونز ليج لم يكن هنالك ريمونتادا في مباراة يوفي. على ذلك فإن البارسا اليوم ليس في أفضل حالات المعنوية، ولكن هدف في برنابيو قد يغير الكثير من الأشياء. ريال يضغط من البداية، كرة باتجاه أومتيتي، 10 كرات ذهبية على المستطيل الأخضر في البرنابيو اليوم، 5 عند ليو، 4 عند كريستيانو، 1 في الدكة عند زيدان الكبير. جاريث بيل لمارسيلو، محاولة مرور وتغطية وتدخل ورمية جانبية للبلانكو، رمية جانبية لريال مدريد. 173 مباراة جمعت بين الفريقين، 72 فوز لريال مدريد، 68 للبارسا. 33 مباراة انتهت بين الفريقين بتعادل. ضغط عالي من جانب ريال مدريد، كرة في وسط الملعب عند ليو يحاول يحافظ على كورة ميسي يلعبها بعد ذلك على الجهة اليسرى عند جوردي ألبا. بناء هجمة لبرشلونة، ليونيل ميسي إلى جوردي، عودة للوراء من جانب ميسي ثم انيستا في وسط الملعب، محاولة مرور محاصر أمام توني كروس، يحافظ على كرة الرسام، مر انيستا على جهة اليسار ينتظر أيضا المساندة الأكبر، لمسة بينية لكنها أقرب لكازيميرو. بعد ذلك عند كارفاخال، يبعدها لتوني كروس، مشروع مرتدة مثلث يكتمل، بنزيما يلعب لكريستيانو على اليمين، مرتدة سريعة خطيرة لريال مدريد، رونالدو مر، كريستيانو في مكان خطير، والكرة خطيرة جدا من كريستيانو. شوف صاروخ ماديرا، مرور جميل في اللقطة الماضية، سواريز يعود بالكرة إلى راكيتيتش. قلنا أنها مباراة لا تحتاج إلى تعريفات، إلى مقدمات، إلى الحديث عن معطيات على المستطيل الأخضر على العشب. اليوم أمامنا أهم مباراة كل سنة بينتظرها العالم بيسرب في كل مكان في العالم. ولا تقول لي اليوم أنك لست مدريدي أو لست في صف البارسا، إما أن تكون مع الأبيض وإما أن تكون الفريق الكتالوني. هكذا كرة القدم علمتنا من سنوات طويلة أنه الحدث الأهم في كل سنة محليا في أوروبا. جوردي ألبا يلعب كرة لسواريز، لكن الدفاع والحالة تسلل على لويزيتو في اللقطة الماضية. الكرة اللي كانت من جانب المدافع الأيسر جوردي ألبا الذي كان حبيس الدكة في بعض المباريات. سواريز عنده 4 أهداف في الكلاسيكو، سواريز من 2014 يلعب في الكلاسيكو، يعني عدد قليل من المباريات ورقم جيد تهديفيا بالنسبة للنجم الأوروغواياني اللي عادة ما يكون في الموعد الأهم وفي التألق المنتظر في المباريات الكبيرة. تسلل هنا على جاريث بيل.
تسلل على جارث بيل. 16 لاعب مثلوا الفريقين في تاريخ الكلاسيكو، تتكلم عن أسماء كبيرة جدا وعن أساطير ونجوم لا تنسى في ذاكرة كرة القدم وفي ذاكرة الكلاسيكو بالتحديد. أبرز ال16 اللي لعبوا للفريقين بيرشوسر، جورجي حاجي، من بينهم الريكي المتواجد اليوم، لويس فيجو ومن ينسى فيجو، وأيضا رونالدو البرازيلي الظاهرة. طبعا فيجو الذي ثار انتقاله من برشلونة إلى ريال مدريد. الكثير من مشجعي برشلونة. سواريز محاولة مرور، ضغط عالي وكرة تبقى في اللعب لكارفاخال. كارفاخال ضغط عليه وبعد ذلك يستعيدها مرة أخرى لوكا مودريتش. سواريز على الأرض بالسلامة للويزيتو. سواريز يتعرض لإصابة بعد تدخل عليه في اللقطة الماضية. روح رياضية عالية من جانب راموس. 75 نقطة في رصيد ريال مدريد، 72 نقطة في رصيد برشلونة. الفارق 3 نقاط بين الفريقين، مع أفضلية ريال مدريد عند مباراة مؤجلة، ثم أن هذه المباراة تلعب في أرضهم، وهذه الأشياء تجعلهم في وضعية جيدة بصراحة في مباراة اليوم. كرة تعود من جانب مارسيلو لمسة على جهة اليمين إلى كارفاخال. عودة إلى لوكا مودريتش في وسط الملعب، بناء هجمة للميرينجي. تعود الكرة لراموس. سيرخيو اللي عنده في رصيده 4 أهداف في الكلاسيكو، أكثر من سجل في الراس من جانب ريال مدريد في مرمى برشلونة. راموس كمدافع 4 أهداف سابقة في الكلاسيكو. لمسة لكريستيانو، تحضير جميل من بنزيما، الونتو لا تمر. أمتيتي يتدخل في توقيت رائع. بداية قوية من جانب ريال مدريد اللي يظهر لنا أنه جاهز على مستوى المعنويات، حاضر ذهنيا، وهو الذي يقوم بتمريرات جيدة في وسط الملعب. البارسا يبحث عن التدرج الجيد بالكرة، عن إيصالها بشكل صحيح إلى الهجوم. الأجواء كبيرة قبل مباراة اليوم، الكل كان يتكلم عن الكلاسيكو. طبعا هذا أمر طبيعي أن يكون حديث العالم كله، ما بالك عندما يتعلق الأمر في برشلونة. الكسر من ليوب، لمسة راكيتيتش، وعلى الجهة اليسرى تصل لجوردي ألبا عند ليونيل ميسي ومع توني، يعيدها لبوسكيتس لبرشلونة عند الرسام إنيستا يلعب كرة تصطدم بعد ذلك في ناتشو الذي يلعب أول كلاسيكو، يبعد الكرة بعد ذلك إلى رمية جانبية لفريق برشلونة. رمية جانبية لبرشلونة. البارسا يحاول الدخول أكثر في جو المباراة والمحاولة للوصول إلى مناطق ريال مدريد. قلنا 650 مليون مشاهد، أكثر من 185 دولة، هذا رقم قياسي ولأول مرة في الكلاسيكو. أيضا المتابعة طبعا عبر قنواتنا، قنوات بي إن سبورتس، المرة الأولى بتقنية ال4K على مستوى الكلاسيكو. اليوم هنالك أيضا طائرة هليكوبتر تحلق على ارتفاع 40 متر فوق الملعب لتقديم إشارة لاسلكية للنقل عبر الراديو. أكثر من 600 إعلامي يمثلون أكثر من دولة. هذه كرة خطيرة لمصلحة بارسا، وسواريز يلعبها مرت يا سواريز. حلوة اللقطة الأخيرة من صائد الشباك، من الفتاك من سواريز، لكنها مرت بسلام بالنسبة لكيلور نافاس. 10 دقائق فيها عبارات تهديد، فيها رسائل تهديد، وفيها بالتأكيد بعض الفرص الخطيرة من الجانبين. ريال مدريد في بداية الأمر، وبعد ذلك للبارسا عن طريق لويزيتو في اللقطة الماضية. بناء الهجمة من جانب ناتشو يحاول لمصلحة ريال مدريد. العيون كلها وين اليوم؟ كلاسيكو داخل الكلاسيكو، كل الناس تتابع مباراة اليوم وكل عاشقي الفريقين. مدريد آخر يلعب هذا اليوم هو كريستيانو، بارسا آخر يلعب هذا اليوم هو ليو، بمعنى أنه اللاعب الأهم لكلا الفريقين في هذا النوع من المباريات. مارسيلو خطيرة جدا لريال مدريد، لمسة تدخل وعودة إلى راكيتيتش يتعثر، يحافظ على كرة، ضغط عالي من جانب النجم البرازيلي، وعودة بعد ذلك إلى تير شتيغن الحارس الألماني. تقريبا أغلب مباريات الفريق كان موجود أساسي في تشكيلة البارسا اللي يحتاج إلى الفوز لمعالجة الكثير من الجراح في هذا الموسم الصعب من الليغا، للمحافظة على الليغا هذا الموسم بالتأكيد. بالنسبة لزملاء ليو مع كازيميرو، أعطى واحدة ليو، مرة الكرت، هات الانذار الأول في الكلاسيكو.
الكلاسيكو. نعم واضحة جدا، تدخل بطاقة صفراء لكازيميرو، أعطى واحدة ليو، أعطى واحدة ليو اللي كان يراقب كظل اليوم كازيميرو أمام ليونيل ميسي. لا تنسى أنه ليو، واحذر يا كازيميرو، لديك صفراء ولا زال الوقت مبكرا جدا في هذه المباراة. نحن بعد 12 دقيقة، وهذا الحكم بالذات أليخاندرو خوسيه هرنانديز سبق وأن طرد في المباراة الوحيدة اللي حكمها كلاسيكو الموسم الماضي في كامب نو عندما فاز ريال مدريد 2-1. طرد سيرخيو راموس في تلك المباراة التي فاز فيها الميرينجي في ميدان برشلونة. أمتيتي لسواريز، لمسة على الجهة اليسرى، محاولة جوردي ألبا لكن التغطية من غارث بيل، تمريرة قصيرة لكنها ضاعت. بعد ذلك عند اليوب يلعبها على اليسار، فرصة للبرسا عن طريق جوردي ألبا داخل منطقة الجزاء بعيد عن الكل ومن الكاسير. ضربة مرمى لريال مدريد، ضربة مرمى لريال مدريد. قارب انريكي قد يغرق اليوم. شوف التدخل اللي كان بين كازيميرو واليوب، الزئبق مر بشكل رائع بصراحة ليونيل أمام كازيميرو الذي لم يكن عنده خيارا لإعاقة اليوب. أجواء كبيرة في برنابيو وجماهير الميرينجي تدعم لاعبيها بقوة في مباراة اليوم. غاريث بيل، لمسة للأمام، أمتيتي راسيته باتجاه توني كروس، كريستيانو لمارسيلو، رونالدو يعيش فترة رائعة جدا لصاروخ ماديرا بعد التألق في ربع نهائي الشامبيونز ليج، والذي كان سبب مهم في ترشح فريقه إلى الدور نصف النهائي في البطولة المفضلة للريال وهي دوري أبطال أوروبا. كرة طويلة فيها حالة تسلل على غاريث بيل، حالة تسلل على النجم الويلزي الذي يمني النفس ونحن نتكلم عن تشامبيونز ليج أن يكون موجودا في المباراة النهائية التي ستلعب في بيته في ويلز بالتأكيد في كارديف بالنسبة لغاريث بيل. 86 مباراة في برنابيو، 86 كلاسيكو في برنابيو، 52 فوز لريال مدريد، 19 فوز لبرشلونة، و15 مباراة انتهت بالتعادل. تعادل اليوم سيكون بطعم الخسارة للبرسا اللي في حاجة إلى الفوز بالتأكيد. ريال مدريد حتى وإن تعادل في مباراة اليوم لن تكون نتيجة كارثية وسيبقي الصدارة، ثم أنه لديه مباراة مؤجلة ونحن في الأمتار الأخيرة من الليغا. سواريز، المحاولة من جانب سواريز إلى الكاثير، عودة عند ليوب، لمسة لبوسكيتس، مجموعة من التمريرات لبرشلونة. كرة تصل بعد ذلك عند انيستا، انيستا يحاول بناء الهجمة لبرشلونة. انيستا يعيش جفاف تهديفي كبير، مضى 519 يوم بدون أن يسجل انيستا في الليغا. بالهدف ما قبل الأخير له كان ضد ريال مدريد بالذات. ومتأتي لتير شتيجن. يمكن أن تتابعوا الأجواء الكبيرة في برنابيو، الأجواء الحماسية جدا في ميدان ريال مدريد. كرة بعيدة سهلة عند كيلور نافاس، سهلة عند الحارس الأساسي دائما في تشكيلة الريال. نافاس يلعب كرة، سواريز حاول ولكنها أقرب لكارفاخال. كارفاخال طويل الكرة باتجاه كريم بنزيما، بنزيما أمتيتي، كرة تصل بعد ذلك عند تير شتيجن. عدت ربع ساعة لعب في الكلاسيكو، لا زالت النتيجة متعادلة بين الفريقين. اليوم في كل مكان، في كل منزل يمكن القول هنالك مشجع مدريدي، مشجع برشلوني، في المنازل، في الساحات، في المقاهي، في اسمح لي القول هذه بين قوسين في منطقة الخليج العربي في الاستراحات. هنالك مدريدي وبرشلوني، صراع بينهم على هذه الليلة، من يفوز ومن يغني ومن يكون أكثر سعادة في هذه الليلة الكبيرة على مستوى قمة كرة القدم الإسبانية، لا الأوروبية. نعم، لمسة إلى لوكا مودريتش، ليس الإسبانية فقط. إنيستا يحاول بناء الهجمة، تعود الكرة وإنيستا يبحث عن نفسه بالتأكيد. هل يكون إنيستا العادة الذي قادر دائما على تفكيك أي دفاع وقادر على تغيير الكثير من الأمور لمصلحة ريال مدريد؟ لوكا هو الآخر لديه أشياء كثيرة. مودريتش، مارسيلو على اليسار، كريستيانو خطيرة مع كريم بينية، لكن الدفاع يتدخل في اللحظة الأخيرة قبل بنزيما. شوف الانتشار الهجومي الواضح من جانب عناصر ريال مدريد، ضغط كبير في مناطق البارسا، حرمانهم من القدرة على بناء الهجمة بشكل جيد. وعندما تكون هنالك أزمة في برشلونة يتجهون إلى ليو يمر،
دفاعات ريال مدريد. ذكريات كبيرة وكبيرة جدا ضد الريال في العديد من المباريات. راكيتيتش خطيرة لسواريز على حدود منطقة الجزاء، لمسة على الجهة اليمنى، سيرجي يلعب الكرة لكن العودة الممتازة من كاسيميرو. هذه مشروع مرتد لبنزيما، تحرك لكريستيانو، بنزيما يبحث عن التمريرة، رونالدو متسلل، كريستيانو متسلل في اللقطة الماضية، حالة تسلل على كريستيانو رونالدو بعد تمريرة كريم بنزيما. كريم المتألق في هذه الفترة بالذات، بنزيما الذي صنع 4 أهداف من قبل في الكلاسيكو، والذي سبق وأن سجل 8 أهداف، بمعنى أنه ساهم في تسجيل 12 هدف في مرمى برشلونة. إنيستا يحاول، إنيستا يلعب الكرة فيها تغطية وتدخل، يستعيدها لوكا مودريتش، مر لوكا يحافظ على كورتا، مودريتش مشروع مرتدة خطيرة لريال مدريد، بينية لكريم خطيرة، كرة لتير شتيجن، ضيعتها، وأي كرة ضاعت يا كريم، خطيرة جدا لريال مدريد، والكسر من أجل الرد السريع، سواريز على الطاير، مرت بعيدة، يا لها من كرة، يا لها من فرصتين، يا لها من محاولتين، هدف ضاع على مدريد، كرة أخرى خطيرة جدا ضاعت على برشلونة. الهدف لا زال قريبا جدا ولم يأتي بعد. في أي لحظة كلاسيكو سيشهد الهدف الأول في المباراة. لوكا مودريتش إلى توني كروس، توني كروس في بناء الهجمة لراموس، عودة بعد ذلك إلى كيلور نافاس. اليوم زيدان كمدرب يخوض ثاني كلاسيكو بعد الفوز في كامب نو الموسم الماضي، وايضا التعادل هذا الموسم، لكن هي المباراه الاولى في البرنابيو كمدرب لريال مدريد في الكلاسيكو. كره لكازيميرو، طلب الكره من جانب جارث بيل، لوكا مودريتش على حدود منطقه الجزاء، تحرك لجارث بيل، الكره العرضيه لكنها بعيده عن الكل، مارسيلو الكره بعيده جدا، وفي الاخير الى ضربه مرمى لتير شتيجن، ضربه مرمى لتير شتيجن. نعلم جيدا أن البارسا يفتقد لواحد من أهم اللاعبين على الإطلاق، نتكلم عن نيمار. هل تعرف ماذا يعني نيمار؟ هذه كرة سواريز الخطيرة جدا على مرمى فريق ريال مدريد، وسبقتها كرة كانت خطيرة لكريم بنزيما، محاولة مرور لأمام أكثر من لاعب، تغطية من مارسيلو، يستعيدها كازيميرو، لمسة لتوني كروس، بعد ذلك مارسيلو، ميسي على الأرض ورونالدو عند الكرة، ميسي على الأرض ورونالدو عند الكرة، محاولة لكريستيانو وتألق لتير شتيجن، خطيرة جدا لمصلحة ريال مدريد، لكن تير شتيجن شوف صاروخ ماديرا، شوف رونالدو اليوم يقدم مباراة كبيرة. بالسلامة إن شاء الله اليوم، بالسلامة إن شاء الله اليوم، لأنه ميسي عندما يصاب هذه ضعها بين قوسين، كرة القدم تصاب، عندما ميسي يصاب كرة القدم تصاب، لأنه من أفضل من يلمسها في العالم. ميسي يتعرض لإصابة بعد تدخل من جانب مارسيلو، وبعد ذلك استمرت هجمة ضيعها كريستيانو رونالدو مع تألق كبير جدا لتير شتيجن في ردة فعل ممتازة أمام كرة النجم البرتغالي. إصابة لليونيل ميسي، يتوقف اللاعب للتأكد من سلامة ليو قبل أن يستأنف أو تستأنف المباراة بعد ذلك. يتوقف اللاعب في هذه الأثناء، وبالتأكيد تتوقف كل الأعمال والمواعيد قبل هذه المباراة وأثناء هذه المباراة، لأنه كلاسيكو يلغي كل الالتزامات المسبقة. بالتأكيد أمامنا فرصة كانت خطيرة، كريستيانو رونالدو يمر بانتعاشة كبيرة، شوية رجع المستوى كريستيانو، لأن رونالدو في مباراة بايرن انفجرت إمكانياته وانفجر كريستيانو العادي اللي كنا كلنا نعرفه برشاقته، بسرعته، بقوته، بأهدافه. يظهر في الكلاسيكو أيضا بشكل جيد في مباراة اليوم، وبرشلونة ب10 لاعبين، غياب اليوم بداعي الإصابة الموجود، يتلقى العلاج على أرضية الملعب. كرة تصل بعد ذلك هياك، ومشكلة أخرى ستكون صعبة، لمسة لبيل خلف المدافعين، وكرة ضيعها جارث بيل،
يا لها من تمريرة جميلة، لكن بيل رفض الهدية وضيع الهدف، رفض الهدية وضيع هدف في مرمى برشلونة في الكلاسيكو. كرة تعود مرة أخرى لإنيستا، لمسة وكرة تدور بين لاعبي برشلونة. أمتيتي الضغط الكبير من الأبيض يريد أن يأكل أخضر واليابس اليوم. المدرجات مشتعلة، الكرة خطيرة لمصلحة كريم داخل منطقة الجزاء، محاولة بنزيما يلعبها عند جارث بيل على الجهة اليمنى لريال مدريد. بيل يلعب كرة عرضية مرت من الجميع بعيدة، وفي الأخير إلى ضربة مرمى. خبر صار لبرشلونة إنه ليو عاد بعد أن تلقى العلاج، ويبدو أنه على ما يرام لاستكمال هذه المباراة، لأنه إصابة ليو ستصيب البارسا في مقتل بالتأكيد في هذه المباراة. لمسة لإنيستا، إنيستا ضغط عالي من جانب مودريتش، يحافظ على كورتا. إنيستا يدور بالكرة بشكل جيد، ثم بوسكيتس. ميسي يلعب الكرة لكنها بعيدة عن جوردي ألبا، أقرب إلى كارفاخال. عدم رضا من جانب جماهير برشلونة على إنريكي بسبب نتائج مباريات كثيرة في الليغا هذا الموسم. الله على كازيميرو، الله على كازيميرو، ومارسيلو على اليسار لريال مدريد، خطيرة جدا من جانب مارسيلو. تمريرة بينية خطيرة تصل عند كريستيانو، بعيدة من رونالدو. خطيرة جدا من رونالدو. عدت اللقطة الأخيرة عالية من كريستيانو اللي عنده إصرار كبير جدا على أن يسجل في مباراة اليوم. تضييع بعض الكرات، ريال مدريد كان الأكثر خطورة في الدقائق الماضية بالتأكيد، مع إضاعة بعض الفرص الخطيرة جدا على مرمى الحارس المتألق تير شتيغن. خاطئة من دفاع برشلونة، يستعيدها بعد ذلك البارسا في وسط الملعب إلى إنيستا. ميسي، إنيستا مرة أخرى، تمريرة الرد، كرات بين لاعبي البارسا، بعد ذلك يستعيدها كريستيانو وبعيدة عن جارث بيل. بوسكيتس لأمتيتي، لمسة على جهة اليسار، غير نيمار، غياب رافينيا عن مباراة اليوم، وكذلك أردا توران. الكاسير يحاول أمام التغطية. باكو الكاسير هو أول كلاسيكو، اللاعب الذي جاء من فالنسيا ب 30 مليون يورو. الكاسير في الموسم الماضي في هذا الملعب بالذات في الجولة 36 سجل هدف في مرمى ريال مدريد عندما تعادل فالنسيا على برنابيو، على ملعب سانتياغو برنابيو. تلك النتيجة التي ساهمت بعد ذلك في فقدان اللقب، حرمان ريال مدريد من اللقب بعد هدف باكو في تلك المباراة الكبيرة. اليوم باكو يريد أن يجدد علاقته مع شباك ريال مدريد وأن يكون قريبا من قلوب مشجعي برشلونة. مودريتش في وسط الملعب إلى توني كروس، تحرك لريال مدريد. بنزيما، محطة مهمة جدا تصل إليه الكرات في الرسم التكتيكي. على الورقة عندك رقم 9 راس حربة، لكن على أرضية الملعب راس حربة وصانع أهداف. كريم في كل مكان. بنزيما مرة أخرى، كريم يغير اتجاه اللعب للوكا. لمسة يد، نعم لمسة يد على الشمعة مودريتش، لمسة يد على لوكا مودريتش. لمسة يد في اللقطة الماضية على النجم الكرواتي. كرواتيا بالتأكيد اليوم فخورة انه اثنين من ابنائها متواجدين في اهم مباراة كرة قدم في اوروبا. لوكا مودريتش من جهة، ايفان راكيتيتش من جهة اخرى. تعود الكرة في وسط الملعب لمصلحة راكيب، لمسة لبيكي. بوسكيتس، عودة بالخطأ، يخطفها رونالدو خطفها، يلعبها لكريم، فرصة لريال مدريد. كريم، ولكن الله على بوسكيتس، قطع الطريق امام كريم بنزيما. فرصة هدف كانت قريبة جدا من ريال مدريد. كرة القدم قد تعاقب الريال بعد ذلك، لأنه الفريق اللي لا يستغل فترته وأفضليته والفرص اللي تحصل له قد يعاني بعد ذلك الأمرين. ليو في وسط الملعب، ميسي ضغط عالي بجانب كازيميرو. ميسي يحافظ على كورته، ميسي يلعب الكرة على جهة اليسار، لمسة إلى انيستا. اللي يراقب كازيميرو، ولكن النجم البرازيلي حصل على بطاقة صفراء في الدقائق الماضية، الأمر الذي يجعل مهدد بالطرد في أي لحظة. كرة خطيرة، ناتشو في التغطية، ناتشو، وبعد ذلك عند لوكا مودريتش محاصر بين ثلاثة لاعبين، يستعيدها بعد ذلك جوردي.
ألبا لبرشلونة. سيرجي بينية بالخطأ عند مارسيلو يلعبها لكريم. تمريرة تمد مبدأ الأفضلية لريال مدريد. حكم يعطيهم الأفضلية ولمسة طويلة على جهة اليمين عند كريستيانو. تمريرة واستقبال ولمسة وكورة ومحاولة وبيل، ولكن بيكي يتدخل بشكل رائع. يا لها من كورة خطيرة جدا لريال مدريد، ويا له من الانقضاض كالوحش. بيكي يبعد الكورة في اللقطة الأخيرة إلى ركنية لريال مدريد. فرصة خطيرة جدا كانت للريال، يمكنهم أن يصلوا في أقصر الطرق وبأقل عدد من التمريرات ريال مدريد إلى مناطق برشلونة اللي يعاني بعض الشيء في وسط الملعب. خل الكرة لبساطة توني كروس، الأنظار كلها على راموس. الركنية لريال مدريد، توني يلعبها عرضية، تير شتيجن يبعدها بقبضة اليد تصل عند مارسيلو. استقبال أول كرة عرضية داخل منطقة الجزاء وكرة هدف أول لريال مدريد. نعم استحقوا التقدم بعد دقائق في أفضلية. كرة في منتهى الروعة من جانب مارسيلو لراموس اللي كان بعيد عن الرقابة، وفي الأخير شوف اللمسة من مارسيلو. هل كان في تسلل في اللقطة الماضية؟ هل كان في تسلل؟ على أي حال هدفة استمرت والكرة في مرمى برشلونة، والهدف الأول لمصلحة ريال مدريد بعد محاولة خطيرة للميرينجي وهدف عن طريق كازيميرو. ولع يا كلاسيكو ولع، هدف يبعثر أوراق برشلونة ويجعل ريال مدريد في المقدمة في البرنابيو. 1 ريال لا شيء بارسا. ليست نهاية كلاسيكو، كثير من الوقت متبقي وميسي لا زال موجود. الفرصة للعودة لبرشلونة في الوقت اللي فيه تقدم من كان يستحق التقدم، من كان الأفضل في الدقائق الماضية ريال مدريد، على خلفية الفرص اللي حصلت له وعلى الكرات اللي كانت قريبة من مرمى تير شتيجن اللي صد أكثر من كرة. وعودة بعد ذلك لبيكي. مدريد هدف، البارسا لا شيء. سيرجي يعيد الكرة لراكيتيتش. بناء الهجمة لبرشلونة، هل من ردة فعل سريعة؟ هل من قدرة على العودة السريعة؟ أسئلة كثيرة تدور في أذهان عاشقي البلاوغرانا. أن عندنا الفرصة لنعود في مباراة الليلة ببساطة لأنها الفرصة الأخيرة في الليغا، لكن كراسي برنابيو تهلل لريال مدريد وليس فقط المشجعين. أومتيتي في وسط الملعب، محاولة للبارسا. دعم كبير جدا في مدرجات برنابيو من جانب مناصري الميرينجي في هذه الأثناء بعد الهدف اللي سجله كازيميرو في المباراة. كرة تعود في وسط الملعب لمصلحة راكيتيتش أو بيكي محاصر من 3 لاعبين. لمسة ممتازة راكيتيتش يلعبها عند ليو بينية، لكن مارسيلو أقرب. مارسيلو يفتك الكرة لريال مدريد. مارسيلو يحافظ على كورته يلعبها لكن بعيد عن الكل، أقرب لبوسكيتس في بناء الهجمة. اليوم برشلونة في حاجة إلى أن يكون أهم اللاعبين في أفضل حالاتهم، واحد منهم رقم 6 انيستا. نعم انيستا المهم جدا في مباراة الليلة مثلما هو مهم بالتأكيد توني كروس ولو كمودريتش عند ريال مدريد في منطقة خط الوسط. كرة تعود ولكن في ظل غياب نيمار من عنده القدرة على سد الفراغ الكبير جدا. لمسة في وسط الملعب ليو بين 3 لاعبين. لمن هذه التمريرة؟ تدخل وخطأ يحتسب حكم المباراة لميسي. خطأ لليو في منتصف ملعب ريال مدريد. الكرة لبرشلونة. البارسا يمسك الكرة بعد أن سجل ريال مدريد الهدف الأول بحثا عن باب العودة إلى الكلاسيكو، عن القدرة على التعادل
بالتأكيد الهدف تعادل مهم قبل نهاية شوط المباراة الأول. حتى على مستوى دكة البدلاء لا يملك البارسا خيارات كثيرة عكس ريال مدريد اللي عنده لاعبين مهمين على رأسهم بالتأكيد إسكو. غياب نيمار له تأثير كبير جدا يا جماعة اليوم. لاعبين على مستوى العالم لا يمكن أن تعوضهم، لا يمكن أن تعوضهم. ثالثة أيضا لا يمكن أن تعوضهم، من بينهم نيمار. لمسة عند داليو، بوسكيتس في وسط الملعب، تمريرة، محاولات تصل عند داليو لاختراق دفاع مار. هدف التعادل يا ليو. جول للبارسا، جول للبارسا بالروزاريو. يعود من جديد الفتاك ليو. هذه أرضكم وهذه أهدافي، هذه أرضكم وهذه أهدافي. ليوب يسجل التعادل لبرشلونة، يعود للكلاسيكو من غير ليوب. ميسي يعود لبرشلونة مرة أخرى. يا لها من مرور، من مهارة، من عبور، من إمكانيات هائلة من لاعب استثنائي. هدف التعادل ياتي لبرشلونة، هدف ريال مدريد، هدف للبارسا. هو الرقم 22 لليونيل ميسي، الهداف التاريخي في الكلاسيكو. مارسيلو يلعب كرة في الجهة اليسرى، محاولة مرور للميرينجي. مارسيلو عودة بعد ذلك لناتشو. 1-1 واعطوني اللي عندكم في الكلاسيكو. الكل ينتظر اكثر. وجارث بيل، وجارث بيل يلعب كرة لكنها بعيدة، بعيدة جدا من البيج بيل، وفي الاخير الى ضربة مرمى. يا لها من كرة لا تعرف من اين يخرج لك ميسي، لا تعرف من اين يخرج لك ميسي. كم تحتاج من لاعب لتستطيع السيطرة على ليوب، ويمكن لك او يمكن لك أن توقف خطورته. أمر يبدو صعبا جدا على أي فريق. طويل الكرة من تير شتيجن للأمام، كارفاخال عودة بعد ذلك لكيلور، سهلة عند نافاس. 1 ريال مدريد 1 برشلونة، كلاسيكو متعادل. فرصة كانت قريبة جدا الآن لمصلحة البارسا من جانب سواريز. هل من قلب الطاولة على الريال في البرنابيو؟ بعيد الكرة من إنيستا، بعيد عن لويزيتو، وفي الأخير إلى ضربة مرمى. 1-1. اليوم الكبير جدا في الليغا بالتأكيد، وربما يمكن القول مهر الليغا يدفع هذه الليلة، مهر الليغا يدفع هذه الليلة. الفريق الفائز بالكلاسيكو سيقطع شوط مهم جدا من التتويج بالنسبة لريال مدريد بالذات. أما البارسا فإنها ستعطيهم أمل كبير في العودة، لأنهم سيتساوون في النقاط، ثم ينتظرون مع ريال مدريد وينتظرون تعثر فيما يتبقى من جولات، على شرط أن لا يتعثروا هم بعد ذلك. لمسة تعود باتجاه كريم بنزيما لتوني كروس، تغيير اتجاه اللعب خاطئة سعد سواريز، خطيرة للبارسا بينية لكنها راموس يتدخل. كابيتانو راموس يتدخل، يلعبها لكازيميرو، كازيميرو في بناء المرتدة لريال مدريد. لمسة عند كريم بنزيما، على يساره مارسيلو، كرة تصل لمارسيلو في جهة اليسار. النجم البرازيلي مر من الأول، عودة لتوني كروس يغير اتجاه اللعب لكارفاخال. الأخطاء ممنوعة في مثل هذا النوع من المباريات. خطيرة للوكا مودريتش، وكرة يا إلهي، يا سلام يا مودريتش، والله على تير شتيجن. يا لها من كرة، ويا لها من تسديدة قوية، ويا لها من ردة فعل رائعة لتير شتيجن. تبقى 1-1 على الرغم من كثرة الفرص في مباراة اليوم. بيل على الأرض مرة أخرى مصاب، إسكو ربما يكون جاهز أن يكون بديل. ريال مدريد ربما يفكر في تغيير أول إذا كان بيل ليس جاهزا 100% في هذه المباراة. فضل زيدان أن يبدأ ببيل وأن يبقي إسكو على دكة البدلاء في الوقت اللي فيه إسكو يمر بانتعاشة كبيرة جدا في هذا الموسم بالذات، طبعا في المباريات التي يلعبها وحتى في المباريات اللي يدخلها كبديل. اللاعب يتوقف بسبب إصابة جارث بيل، ثم مجموعة من الفرص الخطيرة جدا في مباراة اليوم. الهدف اللي سجل ريال مدريد عن طريق كازيميرو بعد أن عادت الكرة من القائم النجم البرازيلي
يسجل في هذه المباراة هدف فريقه الأول. شوفها مرة أخرى المحاولة اللي كانت في الأصل من مارسيلو، دخل راموس من بين المدافعين، وفي الأخير الكرة إلى كازيميرو، وهدف كان لريال مدريد. إصابة لجارث بيل، أسينسيو يقوم بعمليات الأحماب، إسكو هو الآخر متواجد على دكة البدلاء. في مثل هذه الكرات ليو من غيره في برشلونة، في وقت الأزمات ليو من غيره في برشلونة. لمسة تصل إلى كارفاخال، عودة بعد ذلك لكريم بنزيما، متسلل كريم، حل اللقطة الماضية في حالة تسلل على كريم بنزيما. جوردي ألبا، وكرة برشلونة عن طريق أومتيتي لبوسكيتس. شوط أول مثير بين الفريقين، هدفين، مجموعة من الفرص الضائعة. الدقائق اللي شاهدناها مرة سريعة مثيرة بين الغريمين الكبيرين التقليديين بالتأكيد ريال وبارسا. كرة تعود مرة أخرى لبيكي، لمسة على جهة اليمين إلى سيرجي روبرتو، يحاول أمام مارسيلو تمرير كرة خطيرة لمصلحة ليو، لكن الدفاع كازيميرو إلى كريم بنزيما، يبدأ الهجمة، بنزيما يلعبها لكريستيانو، محاولة مرور أمام أومتيتي، تدخل وخطأ على أومتيتي، خطأ على المدافع الفرنسي لمصلحة كريستيانو رونالدو. ضغط كبير في برنابيو على هيرنانديز من أجل أن يخرج الإنذار لأومتيتي، لكن الحكم لم يلتفت لكل هذه الصافرات وقرر أن يحتسب خطأ بدون أن يخرج إنذار لأومتيتي على ما يبدو، بل يخرج البطاقة الصفراء. نعم، بطاقة صفراء لأومتيتي. تغيير يتم في قائمة ريال مدريد، جارث بيل يترك مكانه، النجم الويلزي يخرج مصابا، والبديل هو أسينسيو. ماركو أسينسيو اللاعب البديل في قائمة زين الدين زيدان على حساب المصاب جارث بيل. وكما تابعنا أسينسيو قدم مردود رائع جدا في هذا الموسم بعض المباريات الميرينجي، ثم هنالك تألق كبير في مباراة كبيرة ضد بايرن. في مباراة البايرن قدم أداء كبير في نصف نهائي الشامبيونز ليج في مواجهة البايرن. خطأ يحتسب الحكم لبرشلونة. الخمس دقائق على نهاية الشوط الأول من هذه المباراة. هدف لريال مدريد، هدف للبارسا. كرة تعود عند أومتيتي لتير شتيجن، عودة لتير شتيجن مرة أخرى لبرشلونة. الخمس دقائق الأخيرة على نهاية الشوط الأول في الكلاسيكو. تعادل كنهاية إجمالية قد تكون لا بأس بها بالنسبة لريال مدريد. محاولة من جانب سواريز، الوزيتو لميسي، تمريرة الرد خطيرة، ناتشو في التغطية، وليو يحاول مع كرة، مرات يا ليو يا لها من كرة يا ليو، في منتهى الروعة، في منتهى الخطورة، في منتهى الخبث الكروي، لا تعلم من أين يظهر ليو. شوفها مرة أخرى، كرة مرت بمحاذاة القائم لمرمى كيلور نافاس، خطيرة جدا عند ميسي، خطيرة جدا عند ميسي، اللاعب الأهم في البارسا. كل العمل كل الشغل يقوم به ميسي في برشلونة، مثلما أن رونالدو في هذا الشوط الأول يقدم أداء كبير بالذات في ال25 دقيقة الأولى من الكلاسيكو اللي كان فيها، وحتى ال30 دقيقة الأولى كان عندها الفرصة ليسجل أكثر من هدف في مرمى تير شتيجن. أومتيتي يعيدها للحارس الألماني، تير شتيجن يلعب الكرة للأمام باتجاه سيرجي روبرتو، محاولة برشلوني يحاول السيطرة أكثر، الضغط أكثر، بحث عن هدف التقدم، كرة بالخطأ لكن يستعيدها أومتيتي إلى نيستا بوسكيتس. صراع كبير في وسط الملعب، صراعات كبيرة في مباراة اليوم، معركة الوسط ومن يكسبها بالتأكيد في الكلاسيكو بين انيستا بوسكيتس راكيتيتش من جهة، توني ولوكا وكازيميرو من جهة أخرى. طبعا الصراع الكبير بين اللاعبين ثم ظهيري الجنب. لمسة تصل عند سيرجي روبرتو على جهة اليمين، عودة لبوسكيتس
في وسط الملعب إلى راكيتيتش. برشلونة تلاقي الكرة بشكل جيد بين عناصر البارسا، بالتأكيد أنه هدف التعادل رفع الحالة المعنوية لبرشلونة. البارسا يلعبون الآن بتركيز أعلى عكس الدقائق الأولى من المباراة اللي كانوا فيها عندهم الكثير من المعاناة في القدرة على إخراج الكرة من مناطقهم. الكرة تدور بشكل جيد بين عناصر برشلونة، مجموعة من التمريرات، أكثر من 10 تمريرات ناجحة. بعد ذلك إلى تير شيغن، ضغط عالي من جانب كريستيانو للأمام. سواريز، تدخل من جانب راموس. توني على جهة اليسار ممتازة لمارسيلو، خطيرة لريال مدريد. مارسيلو عرضية داخل منطقة الجزاء لكنها أيضا وعلى حدود المنطقة على القوس، كان ينتظرها أمتيتي، جميلة مررها بعد ذلك لإنيستا. إنيستا على الجهة اليمنى لليو، ميسي وراموس. كازيميرو قرب لأكثر، بينية، تمريرة رائعة لسواريز، خطيرة لبرشلونة، عرضية للكسر لكنها مرت خطيرة للبارسا، خطيرة جدا للبارسا. والبارسا يظهر الآن بقوته وكفاءته وقدرته الهائلة العالية جدا على الوصول إلى مرمى الفريق الخصم بشكل رائع جدا. ميسي، تمريرة في منتهى الروعة لسواريز، نهايتها لم تكن ناجحة. أوقات كثيرة لريال مدريد وهذا الوقت يسيطر أكثر برشلونة. مارسيلو يلعب الكرة لتوني، كروس في وسط الملعب، لوكا مودريتش، ناتشو، رونالدو، تمريرات بين عناصر الميرينجي. كريستيانو في محاولة لكازيميرو، خطأ لمصلحة النجم البرازيلي على النجم بوسكيتس. تدخل في اللقطة الماضية. ألا تشعر بأن رونالدو اليوم جائع لأن يأكل كل شيء في مباراة اليوم، لأن يحقق الكثير مع ريال مدريد في مباراة اليوم في الوقت اللي فيه أيضا ليو لمع بصورة كبيرة في الشوط الأول بتسجيل الهدف، ثم ببعض التمريرات الخطيرة جدا على مرمى ومناطق ريال مدريد. البلاوغرانا نجحوا في العودة ويبحثون بعد ذلك عن أكثر من ذلك، لأنه تعادل نتيجة ستكون مزعجة. راكيتيتش بالخطأ لمصلحة مارسيلو، الجناح الأيسر مارسيلو يلعب الكرة لكريم بنزيما، تمريرة الرد. مارسيلو بعيد عن كل هذه العقد، يمكن له أن يقدم مباراة كبيرة، يطربك، يمتعك بأداء لا يعني كثيرا، لا يعني كثيرا. هذا الصخب الكبير في الكلاسيكو، يلعب بشكل رائع في كل الأوقات. لمسة في اتجاه اليسار، بمعنى أنه حتى في الكلاسيكو يظهر بشكل جميل، بدأ وكأن لا يعيش هذا الصخب الكبير الموجود في المدرجات وقبل المباراة. وثواني أخيرة على نهاية الشوط الأول. هدف لريال مدريد، هدف لبرشلونة. كازيميرو، ناتشو. ريال يغيب عن دفاع طبعا بيبي وفاران. كرة تصل عند اسينسيو، استقبال جميل في الجبهة اليمنى. اسينسيو بشكل جميل يمر بالكرة، يحافظ عليها للريال. دقيقتين كوقت بدل ضايع. مودريتش يبحث عن التمريرة، عن اختراق الدفاع بينية لكريم، لكن القراءة ممتازة من باكو، أو كانت من جوردي ألبا. سواريز لليو، مرتدة سريعة لمصلحة برشلونة، خطيرة من جانب ليونيل ميسي، ومحاولة أمام كازيميرو. مر ليو، خطأ لمصلحة برشلونة، خطأ لبرشلونة. كازيميرو عند إنذار، وحكم المباراة ماذا سيقرر بعد ذلك؟ خطأ لميسي وبدون إخراج بإنذار ثاني، وطرد كازيميرو على ما يبدو. نعم، اكتفى بالخطأ الحكم. فرصة كانت خطيرة للبارسا اللي يجد الكثير من المساحات ويجد الكثير من الخطورة على مناطق ريال مدريد. شوف اللقطة الماضية من جانب كازيميرو، مباراة أخرى وكازيميرو في وجه ليو، والله لا يحطك في وجه ليو. طبعا ليو أمام هذه اللقطة كانت خطيرة جدا، وبعد ذلك يحتسبها حكم المباراة خطأ لبرشلونة. الفرصة لبرشلونة في آخر دقيقة على نهاية الشوط الأول، وبتأتي ارتقاء بالرأس لكنها تبعد من الدفاع. اسينسيو، روبرتو يبعدها، بعد ذلك كريستيانو. الثواني الأخيرة على نهاية الشوط الأول. شوط يفي بمواعيده في أغلب فتراته بالتأكيد، على مستوى الأداء، سرعة الرتم،
هدفين في هذا الكلاسيكو. خطيرة على جهة اليسار، ألبا يلعب كرة عرضية والتدخل من جانب ناتشو وإبعادها بعد ذلك إلى ركنية لبرشلونة. ربما تكون الفرصة الأخيرة في هذا الشوط الأول. لاحظوا العمل الكبير اللي نشاهده في الجهة اليسرى من جانب فريق برشلونة. مجموعة من التدخلات في مباراة اليوم، ثم ركنية لبرشلونة. إيفان راكيتيتش آخر فرصة على نهاية الشوط. كل متابعينا عبر قنوات بي إن سبورتس لا أظن أن واحد من عشاق كرة القدم لا يتابع هذه القمة، وكرة خطيرة لكنها مرت على برشلونة وضاعت على البارسا. فرصة خطيرة جدا كانت قريبة من مرمى كيلور نافاس، ضاعت الفرصة. ويبدو أن هنالك أيضا صافرة تنطلق في هذه الأثناء من جانب حكم المباراة أليخاندرو خوسيه هرنانديز ينهي الشوط الأول اللي كان الجزء الأول منه لريال مدريد، الجزء الثاني لبرشلونة. الهدف الأول لريال مدريد وهدف التعادل لبرشلونة، وكانت الكثير من الالتحامات والتدخلات واللقطات المثيرة للجدل والصخب والإثارة، هذا كله في شوط ولم ينتهي الكلاسيكو. دعوة للاستمتاع في الشوط الثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي آنساتي سادتي أحبائي في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطابت أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم معنا في الشوط الثاني من ملعب سانتياغو برنابيو، وبالتأكيد في الموعد المهم جدا في الليغا الإسبانية، الكلاسيكو الذي انتهى شوطه الأول بالتعادل مثير بين ريال مدريد وبرشلونة، هدف مقابل هدف. شوط ثاني يبدأ وبالتأكيد معه تبدأ حملة البحث عن هدف الفوز في هذا الكلاسيكو، فوز سيجعل البارسا يملك فرصة مهمة في العودة إلى الليغا، فوز سيجعل ريال مدريد تقريبا يصعد على عتبة مهمة نحو التتويج بالليغا من الجولة 33 وفي الجولة بالتأكيد بحثا على اللقب رقم 33 في تاريخ الميرينجي. تغيير واحد تم إجراءه في شوط المباراة الأول بعد أن تعرض المهاجم جارث بيل للإصابة، وتم تغييره بأسانسيو الذي دخل في شوط المباراة الأول. شوط أول الجزء الأول يمكن أن نقول أنه للفريق الأبيض الملكي الذي كان مسيطرا وابتكر العديد من الفرص وسجل هدفا وأضاع بعض الفرص في الوقت الذي عاد فيه برشلونة بشكل سريع وتمكن من السيطرة على وسط الملعب واستحواذ على الكرة وتسجيل هدف التعادل بقيادة ليو. وبعد ذلك ينتهي الشوط الأول بهذه الوضعية. شوط ثاني ماذا ننتظر فيه؟ هل يواصل ريال مدريد هجومه؟ هل يندفع أكثر إلى الهجوم؟ هل سنشاهد أخطاء؟ هل سنشاهد أهداف؟ كل شيء يظل وارد، وحتى البطاقة الحمراء تلوح في الأفق ممكن أن تظهر في أي لحظة. هذا واحد ليو مر من الثاني، ميسي في وسط ميداني وفي وسط ملعب ريال. الله على كازيميرو يتدخل مع اسانسيو، مشروع مرتدة لريال مدريد، مارك يقودها على الجهة اليمنى، اسانسيو خطيرة للريال يلعبها لكارفاخال، عرضية كرة الثاني كان قريب من الميرينجي. الله على الكرة، مارك اسانسيو مع كارفاخال، وبكيف في اللحظة الأخيرة كادت أن تأتي هدف النيران الصديقة يعتلي صوت البرنابيو. ينهض ريال مدريد يهاجم مع انطلاقة الشوط الثاني، عرضية داخل منطقة الجزاء يبعدها الدفاع باتجاه اليوب. ميسي محاصر يحافظ على كورته بين أكثر من لاعب، وبعد ذلك يفتكها لوكا مودريتش يعيدها لمصلحة ريال مدريد مرة أخرى عن طريق كارفاخال جناح أيمن وليس فقط ظهير عند ريال مدريد مثل ما هي الجهة اليسرى عند الميرينكي. بصراحة ظهيري جنب على مستوى عالي جدا. كارفاخال يمر يحافظ على كورته، بعد ذلك يبحث عن فرصة، عن تمريرة، عن كرة عرضية. لوكا مودريتش تغطية تدخل إلى كازيميرو وبعد ذلك تغيير اتجاه اللاعب مارسيلو في الانتظار. مارسيلو 1 على 1 أمام راكيتيتش. مارسيلو يلعب كرة لتوني كروس، وكرة الله على الكرة. توني كروس خطيرة جدا، كرة ألمانية 100.
اولا من توني وردة فعل جميله من تير شتيجن، عرضيه وانتفاضه مدريديه تبعد من عناصر برشلونه. يدخلون شوط ثاني بقوه كبيره جدا ريال مدريد من اجل هدف ثاني واستغلال عاملي الارض والجمهور في هذا الكلاسيكو. عرضيه داخل منطقه الجزاء خطيره مرت من الجميع، ركنيه ثانيه على التوالي لريال مدريد. الريال يهاجم، الفريق الملكي يؤمن بحظوظه في تحقيق الفوز في مباراة اليوم، فوز سيجعله قريبا جدا من الليغا. الجماهير متحمسة متحفزة منتظرة، ومارسيلو لتوني وكروس، عرضية داخل منطقة الجزاء، تسلل في اللقطة الماضية وضاعت الكرة على ريال مدريد بعد أن حل وجاء في مكان تسلل توني كروس. شوط أول جيد المستوى، شوط ثاني يبدأ ريال مدريد بقوة أكبر بحثا عن هدف ثاني في بداية الشوط الثاني. بالتأكيد عرضية توني كروس اللي كان في مكان التسلل، ضاعت الكرة الأخيرة على ريال مدريد. ماذا دار بين اللاعبين والمدرب؟ كل الأخطاء التي كان عليها إنريكي، كل المشاكل التي وقع فيها إنريكي وتسبب فيها المدرب الإسباني قد ينساها جمهور البارسا إذا تمكن لويس من إنهاء مهمته بشكل جيد في مباراة اليوم والحصول على 3 نقاط، بمعنى أنه إنريكي فوزه في مباراة اليوم سينسي الكثير من مشجعي برشلونة ما حدث في الماضي، على عكس زيدان اللي عنده الفرصة اليوم، الفوز الذي سيجعله بالتأكيد في وضعية مناسبة من أجل التتويج بالليغا. ليست حاسمة ولكنها تجعل الفائز قريبا من الليغا. أومتيتي، مرور أمام أسينسيو، لمسة على جهة اليسار إلى جوردي ألبا في محاولة لإنيستا، أندريس إنيستا يلعب الكرة الطويلة خلف المدافعين، تسلل على جوردي ألبا في اللقطة الماضية، وبعد ذلك الكرة إلى كيلور أو إلى دفاع ريال مدريد إلى كيلور نافاس. حالة من الترقب والانتظار في برنابيو، حالة من الترقب والانتظار في برنابيو. مين يكون الهداف في مباراة اليوم، البطل في مباراة اليوم، القادر على إحداث الفارق في مباراة اليوم؟ كريستيانو خطير في أكثر من لقطة وكان قريب من أن يسجل ولم ينجح. ميسي نجح في أن يسجل، بل أنه حتى ابتكر بعض الفرص الخطيرة في الشوط الأول من هذه المباراة. مارسيلو غير اتجاه اللعب، من مارسيلو إلى كارفاخال، لوكا مودريتش، الشمعة التي تحترق من أجل أن تضيء طريق ريال مدريد، تنير الطريق من أجل اللقب. لمسة وأخرى أسينسيو أقرب إلى بيكي وبعد ذلك إلى تير شتيجن. ثبات كبير للحارس الألماني تير شتيجن لوحده صد 3 كرات على الأقل بأهداف لريال مدريد. رمية جانبية لمارسيلو يلعبها لأسينسيو، اللمسة الأولى أسينسيو، الموهبة الشابة اللي تنضج سريعا جدا. توني يغير اتجاه اللعب، كارفاخال بعيد عنه، لا ينجح في الوصول للكرة في الأخير إلى ضربة مرمى لتير شتيجن. سريعة تمريرة خاطئة من تير شتيجن، يستعيدها كارفاخال. عودة لريال مدريد، كريستيانو مع كريم بنزيما على حدود منطقة الجزاء، محاصر وضاعت منه الكرة واستعادها بوسكيتس كازيميرو، لمسة باتجاه اليوم يقطعها مودريتش، الكرة تعود لريال مدريد مع خطأ يحتسب الحكم لبوسكيتس. خطأ لا يعجب مشجعي ريال مدريد، حالة من الغليان في المدرجات، حالة من الترقب، من الدعم الكبير، من الآهات، من الأهازيج، من الروح، من الريال، من أنصاره بالتأكيد في برنابيو اليوم. قبل مباراة اليوم في الساحات في كل مدريد تقريبا شعار اللون الأبيض كان طاغي بالتأكيد من مناصري ريال مدريد من أجل مباراة الليلة في الكلاسيكو ضد البارسا. الكل كان يتكلم عن مباراة اللقب بالنسبة لريال، ولكن برشلونة لا زال يظهر شخصيته وقوته ويتعادل، وهو القادر حتى على الفوز بالتأكيد في مباراة اليوم. كرة باتجاه سيرجي روبرتو، عدت منا إلى توني كروس، أقرب كازيميرو لتوني كروس، النجم الألماني الدينامو في وسط الملعب يلعبها لمارسيلو، عرضية خطيرة بالراس. يا إلهي، كم لدى
البارسا من حارس مرمى اليوم. أسألكم أجيبوني بالله أجيبوني. تير شتيجن ردة فعل رائعة لكرة كريم بنزيما، كان قريب جدا من أن يسجل هدف في هذا الكلاسيكو. وركنية لريال مدريد عرضية يبعدها الدفاع، سواريز يتدخل، كارفاخال على الطائر ولكنها عدت بعيدة وضربة مرمى، بعيدة وضربة مرمى. سيناريو مشابه لما كان عليه الوضع في شوط المباراة الأول من هذا الكلاسيكو، عندما كان يمسك الكرة أكثر، ريال مدريد يسيطر أكثر ويبتكر فرص لكنه لا يسجل حتى الآن. الكرة بعيدة وفي الأخير إلى رمية جانبية لريال مدريد. كارفاخال يلعبها إلى كازيميرو، تمريرة الرد، تعود الكرة لناتشو. ناتشو نحو توني كروس، لمسة إلى كريم بنزيما ضاعت منه، أقرب إلى جيرارد بيكي. بناء هجمة برشلونة، عن من يبحث بيكي؟ كلهم يبحثون عن ليو ميسي في وسط الملعب. لمسة ممتازة في المساحة عند جوردي ألبا للبارسا. إنيستا، كرات متبادلة عند برشلونة، إنيستا وليوب، تعود الكرة عند بيكي. لا أحد يريد أن يتنازل عن نقاط مباراة اليوم. تعادل ربما تكون نتيجة غير مقبولة بالنسبة لريال مدريد، كون أن المباراة في البرنابيو على ملعبهم، وبالنسبة للبارسا كون أنها الفرصة الأخيرة التي لا تعوض للحاق بالليغا. يا بيكي، كرة بعيدة وضربة مرمى عند كيلور نافاس، ضربة مرمى لنافاس طويلة باتجاه مارسيلو، محاولة مرور ضاعت منه. بيكي يلعبها نحو راكيتيتش، صراع بين الفريقين، يحولها على اليسار، خطيرة لجوردي ألبا مع كارفاخال، بين راكيتيتش، خطيرة لكسر، وخلص نافاس في آخر لحظة. يا لها من كرة، يا لها من فرصة، وكرة كانت قريبة جدا من البارسا لولا كان نافاس. عودة لإنيستا، علامة هدف قريبة جدا. ميسي محاصر، عليه لاعبين وثلاثة، تفتك الكرة وخطأ. كل من في برنابيو نهض ليحتج على الحكم. الخطأ لمصلحة ليونيل ميسي، خطأ لبرشلونة عند ليوب. الفرصة، برشلونة يحاول البحث عن هدف يمتص فيه الكثير من الحماس الموجود في مدرجات برنابيو. خطأ لبرشلونة في مكان خطير، وإن كانت بعيدة بعض الشيء لكن لا شيء صعب أمام أقدام اليوم. ميسي وفرصة خطيرة لمصلحة برشلونة، جدار دفاعي مكون من لاعبين. كيلور نافاس يترقب، ينتظر كرة النجم الأرجنتيني لبرشلونة. ميسي أمام هذه الكرة، يلعبها ميسي لكنها بعيدة، وفي الأخير إلى ضربة مرمى لنافاس، ضربة مرمى لكيلور نافاس. باكو الكاسير كان عنده فرصة هدف قريبة جدا من برشلونة، مثل ما كان ريال مدريد قريب مع كرة كريم، وكرة أخرى بعدها بيكي لحسن الحظ أنها لم تكن في اتجاه المرمى، وثالثة بعدها تير شتيجن. هذا في شوط ثاني، وكريستيانو بالراس يلعبها، بيكي يتدخل، يستعيدها بعد ذلك توني كروس، كازيميرو بالخطأ، ثم لمسة لمصلحة برشلونة في المساحة اليوم مع سواريز، خطيرة وتمريرة لسواريز بعيدة عنا لويزيتو، أقرب لكيلور نافاس. كل كرة تخرج من قدم ميسي تعمل رعب لدفاع ريال مدريد. نعم، لأنه يبقى خطير جدا في المساحات، خطير جدا عندما تكون الكرة في حوزته، وشوية خوف عند كازيميرو بسبب الإنذار اللي يملكه، وربما يطرد في أي لحظة، لذلك ينبغي عليه الحذر. هذه لمسة باتجاه باكو الكاسر. هل نقول أن الكلاسيكو أكبر من باكو في مباراة اليوم؟ الأمر لا يزال مبكرا، والهدف عندما يأتي يغير الكثير من الأمور. وسواريز يحاول داخل منطقة الجزاء، مرور جميل من لوزيتو، ولكنها فيها تدخل وإبعاد من جانب كارفاخال إلى ركنية لبرشلونة. ركنية لبرشلونة، ينتظر ريال مدريد في الركنيات. راموس عند البارسا، خيار مهم جدا هو بيكي اللي سجل في مباراة الفريقين في الموسم الماضي
من ركنية. الآن البارسا لديه فرصة من أجل التقدم في الكلاسيكو. محاولة لبرشلونة، البلوغرانا مرة أخرى هجوم، كرة تلعب من جانب راكيتيتش، عرضية بالراس وكيلور نافاس أمام بيكي. لها من كرة خطيرة جدا لمصلحة البارسا، لكن كيلور نافاس يوم الحراس، يوم الحراس في الكلاسيكو، يوم الحراس. واحدة من تير شتيجن، ثانية من شتيجن، ثالثة من شتيجن في مباراة اليوم. الشوط الثاني نافاس رفض هدفين للبارسا يا صديقي. كرة تصل بعد ذلك لمودريتش، بناء هجمة مدريدية. لوكا مودريتش، لمسة لتوني، كروس في وسط الملعب، ضغط عالي، يستعيدها لوكا. مودريتش إلى كارفاخال، يغير اتجاه اللعب، اللمسة تصل عند توني. راموس يقود الهجمة المدريدية، الكرة على الجهة اليسرى لمارسيلو، مجموعة من التمريرات. الريال يهاجم الآن عن طريق اسينسيو، ضغط كبير على اسينسيو. مارسيلو يلعبها لتوني، تغيير اتجاه اللعب على الجهة اليمنى، خطيرة باتجاه كارفاخال، عرضية ولكنها عند تير شتيجن. عرضية خطيرة جدا من جانب كارفاخال. صعب جدا أن تنتهي 1-1 بهذه الوضعية، بهذه الكم من الفرص، بهذه الخيارات الهجومية الكبيرة لدى الفريقين. من الصعب أن تنتهي مباراة اليوم بالتعادل، هدف مقابل هدف في شهر أبريل. اليوم المباراة التي تلعب في شهر أبريل، كلاسيكو في أبريل، هذه أول مرة يلعب يوم 23 من شهر أبريل، ولكن خلال هذا الشهر الكثير من المباريات المثيرة بينهما. 20 مباراة بين الفريقين في شهر أبريل، 7 انتصارات لريال مدريد، 7 انتصارات لبرشلونة، و6 مباريات انتهت بالتعادل. بل أن خلال هذا الشهر أيضا سجلت نتائج ثقيلة وكبيرة في مواجهات الفريقين في أبريل. ومن سيكون البطل ومن سيكون كذبة أبريل؟ الكرة تعود مرة أخرى لمصلحة بوسكيتس، بطل هذه الموقعة، بطل هذه المعركة الكبيرة. أمتيتي مر، أمتيتي يلبس ثوب المهاجم، يلعبها بينية، ضاعت منه، أقرب لكيلور نافاس حارس المرمى الذي يتألق في الشوط الثاني. ردة فعل أكثر من رائعة أمام بيكي، خاطئة من كاسيميرو، يساعدها مودريتش، يلعبها لكارفاخال، اللمسة لكريستيانو، يقطع عليه الطريق جوردي ألبا. البارسا يمسك الكرة عند راكيتيتش في وسط الملعب، راكي تحرك بجانب سيرجي روبرتو. مرة أخرى كرة تصل عند إنيستا وتغيير اتجاه اللعب من بوسكيتس، بعيدة ورمية جانبية لكارفاخال لريال مدريد. رمية جانبية للريال. اليوم يتوقع أن يتفاعل مع هاشتاج الكلاسيكو في مواقع التواصل الاجتماعي حوالي مليار متابع. يا له من رقم مهول وكبير جدا، لكي تعلموا أن الكلاسيكو لا يعني إسبانيا فقط، يعني العالم في كل مكان وعبر قارات العالم كلها. بالتأكيد اليوم الكل يترقب ما يمكن أن يحدث في هذه المعركة الكبيرة بين الغريمين التقليديين ريال مدريد وبرشلونة. الكرة عند كيلور نافاس، صراع الكرة كان في اللقطة الماضية، حديث بين حكم المباراة كارفاخال ولويسيتو. تعود الكرة لراموس، كثيرا ما انقذ الريال راموس. سيرخيو في بناء هجمة للميرينجي، يبحث عن تمريرة طويلة خلف المدافعين، تسلل على اسينسيو، خروج في توقيت رائع ايضا من جانب حارس المرمى تير شتيجن. انيستا، لمسة الى ليوب، ميسي في بناء الهجمة، كثيرا ما يعود للوراء ميسي، يلعب الكرة لكنها خاطئة، توقع ذكي من كارفاخال، بناء مرتدة يقودها كارفاخال مع مودريتش، يتحرك لوكا على اليمين، لمسة إلى لوكا خطيرة لريال مدريد، مودريتش، كارفاخال، وكرة وضاعت من كارفاخال، ضيعها كارفاخال، خطيرة جدا للميرينجي لكنها طالت عليه واستعادها راموس. ولا زالوا أقوياء ويهاجمون ويضغطون ويحاولون من أجل الوصول إلى مرمى البارسا. مارسيلو، عرضية بالراس وبعدها الدفاع. ايش هذا كله يا مدريد؟ يا لها من كرة خطيرة، ويا له من تألق كبير جدا في بعض الخطر امام رونالدو من جانب جوردي ألبا. ركنية
سواريز يتدخل، يستعيدها لوكا مودريتش، استقبال من مودريتش، لمسة وتمريرة بعد ذلك لتوني كروس يغير اتجاه اللاعب لمارسيلو. مارسيلو على الجهة اليسرى، مارسيلو يحافظ على كورته أمام باكو. قلت أنه يستمتع في كرة القدم، لا يعني ضغوطات الكلاسيكو، يعني الموهبة اللي يملكها مارسيلو. خطيرة لريال مدريد، عرضية باتجاه كريستيانو لكنها أقرب لحارس المرمى، أقرب لتير شتيغن. الفرصة اللي كانت خطيرة جدا من جانب ريال مدريد على جزئيات بسيطة. مباراة اليوم تلعب على أخطاء مدافعين، على قدرة هائلة وخاصة عند ليو من جهة من برشلونة، أو كريستيانو من جهة أخرى عند ريال مدريد. كيلور نافاس يبعد الكرة بمبدأ الأمان، رمية جانبية، عمليات الأحمال ماسشيرانو. بالنسبة للبارسا زيدان لا يفكر في التغيير الآن، فريقه يملك أفضلية نسبية في شوط المباراة الثاني على الأقل على مستوى الفرص. انيستا يحاول في الجهة اليسرى أمام لوكا مودريتش، صراع بين الاثنين. انيستا يبحث عن فرصة ومرور، يحافظ على كورة انيستا لراكيتيتش. البارسا في الهجوم، عرضية أخرى يتدخل راموس، انيستا لليو، ميسي على الجهة اليمنى لسيرجي روبرتو، راكيتيتش، ميسي وبعد ذلك يتدخل بشكل رائع أيضا دائما كازيميرو. دائما كازيميرو لا يمكن أن تقيم أداء عندما يراقب ميسي، لأنه مراقبة ميسي تحتاج إلى لاعب خارق العادة للقضاء على خطورته بالتأكيد، أو أن يكون أكثر من لاعب يراقب النجم الأرجنتيني. كرة تعود إلى أومتيتي، لمسة بعد ذلك لبوسكيتس، أومتيتي عند سيرجي. برشلونة يلعب في مناطق ريال مدريد في برنابيو، طويل الكرة من جانب ليو، راموس يتدخل، كازيميرو في اللمسة الأولى يكسب خطأ للريال، خطأ لريال. توني كروس في بناء الهجمة للميرينجي، واحد الميرينجي واحد البلوغرانا للبلاوغرانا، والنتيجة التي تحضر في الكلاسيكو وحضرت في كثير من المرات. خطيرة جدا، جميلة من جانب توني كروس إلى أسنسيو. أسنسيو يحاول على حدود منطقة التسديد، عرضية إلى كريستيانو على الطائر، خذها رونالدو بعيدة وصعبة، بعيدة من كريستيانو ولم تأتي على قدمه كما كان يريد كريستيانو. هو يحب الشيء الصعب، هو يحب الرقم المستحيل. بعت اللقطة الأخيرة وفي الأخير إلى ضربة مرمى لتير شتيغن. يحب الرقم المستحيل لأنه حياته كلها أرقام وضرب أرقام وفوز بأرقام وفوز بألقاب وتحقيق أشياء كثيرة في مسيرته. لمسة باتجاه سواريز، هذا بالتأكيد كريستيانو، وهذه لمسة على اليسار، محاولة لمصلحة برشلونة عن طريق جوردي ألبا. تصطدم الكرة في كارفاخال، في كل مكان هنالك ما شاء الله لوكا مودريتش. مودريتش يلعب الكرة الطويلة خط خلف المدافعين، بنزيما تحرك بعد ذلك، مرتدى سريع لكارفاخال، مرتدى سريع لريال مدريد، الثاني لريال مدريد، ونات يا كريستيانو، يا إلهي. ضاع الثاني على رونالدو، على غير العادة، على غير العادة يا كريستيانو، رجل الأرقام الكبيرة يضيع الفرصة الخطيرة القريبة من مرمى برشلونة واللي تقرب الليغا أكثر من ريال مدريد. سيرجي روبرتو يحاول في وسط الملعب من أجل رد البارسا. ميسي يقود هجمة الآن لبرشلونة، ميسي يلعبها باتجاه انيستا، انيستا على حدود منطقة الجزاء داخل منطقة لسواريز. يا الله الكرة غير معقولة الفرصة، الله على انيستا، اعطينا اللقطة على انيستا، من اين لنا بانيستا اخر يا جماعة، اعطينا اللقطة على انيستا، يا الهي على الباص الساحر يا انيستا، وعلى الصد الرائع العالمية يا كيلور نافاس، يرفض هدف لبرشلونة مرة أخرى. بين هذا وذاك صراع على الفرص، على الكرات، على الأهداف. مارسيلو أمام اليوب، يستعيدها بعد ذلك جوردي ألبا لراكيتيتش، صراع الكروات مع مودريتش، إلى بوسكيتس، إلى راكيتيتش، تمريرة بدون تركيز، وصلت للظهير، آسف هو الجناح أو لنقول صانع الفرص، هذا كارفاخال.
ضاعت من كارفاخال، ساعدها بوسكيتس، عادها لليوب. ميسي يحاول امام كازيميرو لمحاولة البعاد كل الكرات. ميسي مر يلعب كرة لكن باص يبعدها بقبضة يد. الدفاع على مرة ثانية وتوني في الثالثة والطويلة لكريستيانو والاستقبال من كريستيانو مر وكريستيانو مع أمتيتي. توقع جميل من أمتيتي والتدخل في لحظة حاسمة. تغيير يتم في تشكيلة زيدان. كوفازيتش اللاعب القادم على حساب كازيميرو. يترك مكان المحارب كازيميرو. ويدخل بعد ذلك كوفازيتش في تشكيلة زين الدين زيدان. في الوقت اللي فيه أندري غوميز يدخل في تشكيلة البارسا على حساب باكو. ربما الآن الاعتماد على ميسي وسواريز في الهجوم. راسية حربة عند برشلونة أو ليو تحت سواريز يلعب في الدقائق القادمة. مارسيلو سيرجي روبرتو افتكها سيرجي. مشروع هجمة لمصلحة برشلونة. روبرتو أمام أكثر من لاعب يلعبها لسواريز. تمريرة تصل عند راكيتيتش في الجبهة اليمنى خطيرة لبرشلونة. عرضية لكن التدخل من الدفاع ويستعيدها كريم بنزيما. بنزيما لمن؟ لتوني. مباراة مفتوحة مساحات مفتوحة وكرة خطيرة ومودريتش لرونالدو ورونالدو كرة داخل منطقة الجزاء وقبل وصوله إلى منطقة الجزاء كان هنالك تير شتيجن المدافع الخامس في برشلونة. يستعيدها لوكا مودريتش لريال مدريد يعيدها بعد ذلك عند مارك اسينسيو. كوفازيتش يغلي الملعب يغلي ريال مدريد يحاول حسم الأمور. مارسيلو على جهة اليسار مر عدى من راكيتيتش عرضية لكن الدفاع يتدخل. كل مرة يكون فيها مارسيلو عند الكرة يكون عبء ثقيل على الظهير الأيمن لبرشلونة. دائما قادر على المرور الظهير الأيسر لريال مدريد. كرة تصل لمصلحة راكيتيتش. كوفازيتش اللي دخل نشيط. دور هجومي أكثر ربما من كازيميرو ربما يمكن القول أن عنده القدرة على افتكاك الكرة بشكل أفضل من كوفازيتش. حيوية أكبر للنجم القادم من إنتر. لمسة على جهة اليسار محاولة باتجاه غوميز داخل منطقة الجزاء. غوميز لكنها طالت عليه وسهلة لناتشو. هذا غوميز اللي دخل والذي لا يدخل في قلوب مشجعي برشلونة. كثيرا من المشجعين ينتقدون الله على مودريتش وضاعت منه وجاء كوفازيتش وعدى كوفازيتش ومرر كوفازيتش ومرتدة لريال وخطيرة لأسانسيو. 1-على-1 داخل منطقة الجزاء. مر يلعبها. خرافي تير شتيجن خرافي. كيف صدها وكيف ردها غير معقولة. هذا تير شتيجن يا لها من كورة ويا لها من مباراة بين حارسين اليوم. صراع حراس متألقين. تير شتيجن أمام اسانسيو أمام رونالدو أمام بنزيما أمام لوكا مودريتش. ضيع هؤلاء أمام حارس واحد تألق في صد الكثير من الكرات. مرتدات مدريد خطيرة وهذه فرصة لبرشلونة. وهذا بوسكيتس وتمريرة للوراء يستعيدها بوسكيتس. دخل ميسي لمنطقة الجزاء. تحول جوردي بتمريرة بينية لي ومحاولة مرور خلصها ناتشو. راكيتيتش مرور أول ناجح. تسديدة خطيرة. راكيتيتش لبرشلونة. ضربة رائعة من خارج منطقة الجزاء. البلاوغرانا في البرنابيو يتقدم 2-1. إيفان راكيتيتش ابن الكروات ومن لا يسجل الأهداف يقبلها في مرماه يا مدريد. الثاني لبرشلونة الثاني لإيفان. الضربة من راكيتيتش التوقيع من إيفان. الروعة من النجم الكرواتي في الزاوية صعبة. كرة جميلة والبارسا 2 ريال
مدريد هدف، قلبوا الطاولة وفعلوها البارسا، قلبوا النتيجة وفعلوها في ميدان ريال مدريد وبين محبيه وفي بيته. يتقدم برشلونة في النتيجة 2-1. أي كلاسيكو الآن، أي ثار الآن وأي فرحة يا ركب. فوز سيداوي الكثير من الجراح. 2 برشلونة، هدف ريال مدريد. ضيع رونالدو فرصة على أعتاب المرمى مثلها لبنزيما، أخرى لأسنسيو، ولا ننسى فرص برشلونة بالتأكيد. وبعد ذلك ينجح راكيتيتش في أن يسجل، ولمسة لكريستيانو على الجهة اليسرى، محاولة عرضية، تدخل الدفاع، تحولت بعد ذلك إلى ركنية. لم يستسلموا، لم يرمي المنديل بعد، لم تنتهي آمالهم بعد. اللون الأبيض الملكي يهاجم، الريال يدفع أو يندفع بكامل قوته بحثا عن هدف التعادل في هذا الكلاسيكو. توني كروس يلعبها عرضية خطيرة، مرت من الجميع في استقبالها لوكا، كرواتيا آخر، مودريتش يلعب كرة عرضية، تدخل بكيب، وبعد ذلك وينها إلى رمية جانبية لريال مدريد. رمية جانبية لريال مدريد، تعود الكرة لكوفازيتش. يفكر زيدان في تغيير، ربما يدفع بيسكو في الدقائق القادمة، طويلة خلف المدافعين، خطيرة لبنزيما وكريستيانو، لكنها سهلة لتير شتيجن. سهلة الكرة عند تير شتيجن، خطيرة جدا لكريستيانو، لم يتوقعها رونالدو. تسديدة كانت سهلة للحارس الألماني المتألق في مباراة اليوم، له دور في 2-1 في هذا اللقاء، في هذه السهرة، في هذه الليلة، في تقدم برشلونة. الدور كبير جدا لتير شتيجن. كرة تعود لمصلحة ليو محاصر، مارسيلو، تدخل رائع ولمسة إلى توني كروس، مودريتش تركها تصل عند ماركا، اسنسيو ذكية لمصلحة ريال مدريد، اسنسيو محاولة مرور، تدخل رائع من جانب بوسكيتس، واحدة من انيستا إلى بوسكيتس لراكيتيتش. شوف المعنويات كيف ارتفعت عند البارسا. بلوغرانا يلعبون كرتهم الآن بصراحة بعد أن سجلوا 2-1، ولكن ريال لا زال يقاتل، لا زال يحاول، ولا يزال يملك الفرصة، بل كل الفرص للعودة في مباراة الليلة. كارفاخال يحاول مرور، عودة إلى مودريتش إلى توني كروس، مودريتش، البحث عن حلول في حدود مناطق البارسا. توني كروس، عودة برشلونة في الخلف، الكرة لمارسيلو من جانب ريال مدريد، يحاول عند توني. ماذا بعد كل هذه التمريرات المدريدية؟ الفريق الملكي يبحث عن مخرج في ليلة كبيرة جدا وصعبة في البرنابيو. كرة تعود مرة أخرى لكوفازيتش، راموس، مارسيلو، سيرخيو راموس يلعب الكرة إلى ناتشو، صادمت في سواريز، وبعد ذلك إلى رمية جانبية لريال مدريد. وقت يمضي سريع جدا على الريال بالتأكيد بعد قبول هدف ثاني. ريال مدريد تحت ضغط رهيب في هذه الدقائق. توني يلعب كرة إلى كريم بنزيما على جهة اليسار، 1-على-1. كريم محاولة مرور، يلعبها عرضية، تدخل الدفاع، وبعد ذلك صراع بين ميسي ومودريتش، وهذا راموس، خطأ على راموس وإنذار، خطأ على طرد لراموس. التاريخ يعيد نفسه. حكم المباراة أليخاندرو هرنانديز مرة ثانية على التوالي يحكم الكلاسيكو، مرة ثانية على التوالي يطرد راموس بعد اندفاع متهور أمام ميسي، وردة فعل مشجعين على قرار الحكم. الطرد المباشر لراموس اللي اندفع على ميسي. ريال مدريد ب10 لاعبين، البارسا لديه هدفين مقابل هدف، أسبقية للبارسا في هذا التوقيت بالتأكيد على مستوى النتيجة، على مستوى الأفراد، وبالتالي فإن فرصتهم كبيرة جدا للعودة من برنابيو. 3 نقاط ثمينة، تبقي الليغا موجودة والصراع عليها كبير، ولا تحسم الأمور وتعطي البارسا فرصة في العودة للليغا. ردة فعل الريكي على حكم المباراة هرنانديز بعد تدخل راموس ضد اليوم. راموس الذي يصفق بهذا
بهذه الطريقة، وقد يكون بعد ذلك معرض للإيقاف مثل ما حصل مع نيمار. أي كلاسيكو وأي أجواء وأي شحن كبير وأي أعصاب وأي أخطاء وأي أهداف وإنذارات وحالة طرد وإثارة وكورة وملعب جميل ومتعة وأداء جميل من الفريقين وحضور طاغي وأجواء كبيرة قبل انطلاقة المباراة بأيام في مدريد. الكل كان يتكلم عن رهان برشلونة. طويل الكرة على جهة اليمين على الكلاسيكو، كوفازيتش واليوب، كوفازيتش يعيد الكرة لكن بالخطأ عند كيلور نافاس بعيدة عنه، تحولت إلى ركنية لبرشلونة. برشلونة يملك كل شيء الآن البارسا ولديه الأفضلية. ضربة قاطعة رائعة قوية وصعبة وفي زاوية مستحيلة. إيفان كان البطل في هذه الليلة، قبله بالتأكيد تير شتيغن، وقبلهما اليوم وأمس وغدا وربما حتى نهاية مسيرة اليوم. الكرة تصل عند إنيستا في وسط ملعب ريال مدريد. كرة تعود عند ليو يحاول المرور، تدخل ومراقبة من جانب توني كروس. ريال ب10 لاعبين وعودة، سننتظر من سيكون في الدفاع. كوفازيتش بجانب ناتشو، مؤقتا ربما زيدان يفكر في تغيير، لن يأتي اسكو. الآن 1-2 جميلة بين سيرجي وكرة عرضية خطيرة داخل منطقة الجزاء ونافاس. إيش هذا نافاس؟ كرة ضاعت على البارسا، 3-1 للبارسا، كانت تخلص الأمور في الكلاسيكو. نافاس ينقذ ريال مدريد. ماذا ضيعت يا بيكي على أعتاب المرمى؟ ماذا أضعت يا بيكي على أعتاب المرمى؟ هذه سيلومك عليها الكثيرين من مناصري برشلونة على إضاعتها. لن يرحم أحد بيكي على إضاعة هذه الفرصة إذا تعثر برشلونة. حتى شاكيرا لن ترحم، وكريستيانو وعدت فوق المرمى وضربة مرمى لبرشلونة. غليان في برنابيو مع إضاعة فرصة خطيرة ومطالبة بركنية. سواريز واليوب ومساحة عند اليوب، محاولة مرور وكوفازيتش يتدخل، وبعد ذلك البطاقة الصفراء لكوفازيتش أمام كازيميرو. حصل على إنذار أمام راموس، تعرض لطرد راموس أمام كوفازيتش، يتعرض إلى بطاقة صفراء كوفازيتش. ميسي هو الثابت بين كل هذه الحالات. خامس على حساب كريم، لم يدفع بإسكو، يدفع بخميس. ألا تطالبني كل يوم أن تلعب؟ ألا تريد أن تلعب في المباريات؟ يلا يا خميس. ربما لا لسان زيدان وهو يطالب نجمه بأن يفعل شيء في مباراة اليوم. بدأ أنها ركنية على بيكي، بدأ أنها ركنية، والصاروخي ماديرا كان يحتج على اللقطة الأخيرة اللي كان قريبا من المرمى في أكثر من كرة، اغتالت ورفضت أهدافه وذهبت بعيدا عنه في أكثر من مرة في هذا اليوم الكبير. والآن إنيستا يلعب الكرة، تصطدم وتعود لكوفازيتش. خامس رودريغيز يلعب في وسط الملعب. رونالدو المهاجم الصريح الوحيد في تشكيلة الريال. تصرف ذكي من بوسكيتس وخطأ يحتسب حكم المباراة على لوكا مودريتش. حكاية معنويات يا جماعة، حكاية معنويات. عندما تستعيد الثقة وتكون معنوياتك في السماء، ماذا يمكن أن تقدم بعد ذلك؟ هذا ما يفعل برشلونة بعد الهدف الثاني، وهذا ما يحصل مع ريال مدريد بعد أن ضيع الكثير من الفرص وتعرض لهدف ثاني ولحالة طرد. وهذا هو اليوم. ميسي مع كرة قوية وتألق آخر يا نافاس، وإبداع آخر من كيلور هذه المرة ضد اليوب. خطيرة جدا ضيعها برشلونة. مرة أخرى أقول في الكرة إذا لم تسجل قد تقبل أهداف. كيلور نافاس كما لو كان يؤكد للمدريدية أنهم سيخرجون بنقطة على الأقل حتى ب10 لاعبين. صد لكل هذه الكرات، تأكيد على هذا الأمر. هذا نقول ممكن أن يحدث وليس أكيد. رمية جانبية، الأكيد أنه البارسا يملك الأفضلية الآن مع بقاء 7 دقائق على نهاية المباراة. تغطية وتدخل وخطأ يحتسب حكم المباراة على مارسيلو. لن تحسم الليغا. إذا فاز برشلونة سيكون الأمر متاحا والفرصة
موجودة بالتأكيد لبرشلونة. أيضا فرصة ريال مدريد لا زالت كبيرة، لديه مباراة مؤجلة وعلينا انتظار محاولة راكيتيتش. فرصة متاحة لبرشلونة، كرة ثابتة للبارسا، سجل الهدف الثاني يحاول صناعة الثالث. عرضية راكيتيتش بيكي بالراس، لكن أمام تغطية تدخل مشروع مرتدة سريعة لريال مدريد. لمسة باتجاه كريستيانو مع مارسيلو على الجهة اليسرى، يغير اتجاه اللعب على اليمين. من في انتظارها هناك؟ اسينسيو يحاول، اسينسيو أمام أكثر من لاعب، عودة للوراء وكرة تصل إلى كارفاخال كانت من خامس رودريغيز، قوية لكنها سهلة لتير شتيجن. وين الكلاسيكو اليوم؟ بين هذا وذاك بداية المباراة البعض كان يشعر بأنه الأمور صعبة على برشلونة، المدريدية كانوا ثقة أكبر. بداية المباراة أكدت هذا الشيء، ريال كان يريد أن يأكل البارسا في وقت مبكر، سجل هدف بعد ذلك، ولكن برشلونة تمكنوا من العودة، تسجيل هدف التعادل، ثم بعد ذلك قلب النتيجة 2-1. وبعد هذا حالة طرد لراموس، لمسة فيها رمية جانبية لريال مدريد اللي يسابق الزمن من أجل الحصول على نقطة. كان يريد 3 في هذه الليلة. الآن المدريدية يقول لك نقطة على الأقل في هذا الكلاسيكو، يجعلنا أبعد من برشلونة ويجعل الأمور في صالحنا بفارق 3 نقاط. لمسة تعود إلى خامس رودريغيز يحاول كولومبي بلمسة عند توني كروس، فرصة لريال مدريد على الجهة اليسرى عند مارسيلو. مدريد في الهجوم، عرضية مارسيلو، تعادل. ابن كولومبيا يعيد الميرينجي، خامس رودريغيز، تغيير من ذهب يا زيدان، الثاني لريال مدريد والتعادل لمدريد. يا له من تحرك، يا لها من تمريرة، يا لها من نهاية سعيدة، ويا له من تعامل جميل داخل منطقة الجزاء. قال له زيدان: ألا تريد أن تلعب؟ ألم تزعجني كثيرا بأنك تريد اللعب في مدريد؟ العب اليوم في الكلاسيكو، وريني ماذا لديك يا خميس. قال: خذها هدية يا زيدان، واتركني أرحل إذا لم تعطيني الفرصة، واتركني أذهب لنادي آخر إذا لم تستغل إمكانياتي. هدفين إثارة، عودة الروح إلى برنابيو، ولم تحسم بعد، ولم تنتهي بعد، ولا زال فيها كلام كثير ربما ليحكم. 2-2 وريال ب10 لاعبين، وهذا مشروع مرتد على اليمين، وانطلاقة لمصلحة ريال مدريد، خطيرة لريال مدريد، تحرك بجانب توني، وفرصة وتمريرة لكريستيانو داخل منطقة الجزاء. رونالدو يلعبها لخامس، ولكن الدفاع عرضية أخرى لتير شتيجن. حارس كألف هذا الألماني، حارس كألف، وميسي أمام كوفازيتش، خطيرة لو وصل إليها ليو، لكنها أقرب ريال مدريد على ليو. خطأ في اللقطة الماضية، خطأ على ميسي ولمصلحة توني كروس. أسألكم الآن، وين الكلاسيكو؟ وين اتجاه الكلاسيكو؟ أنت أجبني، لماذا ساكتين؟ لماذا صامتين؟ اهتفوا، شجعوا. من البطل اليوم؟ من الفائز اليوم؟ لن يكون هنالك بطل، لكن سيكون بطل معركة. الهدف القادم ب3 نقاط. إذا كانت للبارسا يبقى أمل وفرصة مهمة جدا وكبيرة للليغا. إذا كانت لمدريد قد يكون هدف الليغا. الكرة طويلة من كيلور نافاس للأمام باتجاه اسينسيو، يبعدها الدفاع وأقرب بعد ذلك اليوم تيتي. كانت عند مدريد، عادت للتعادل، اختارت برشلونة، عادت للتعادل. الآن من ستختار؟ سهي بعد أن احتارت. كرة الكلاسيكو الذي أثار كثيرين، الذي أثار حفيظة الكثيرين، والذي وراه الكثير من العاشقين
على مستوى كرة القدم في كل مكان في العالم. خطأ من دفاع برشلونة وعودة لمرتدة لريال مدريد. كوفازيتش يقودها يلعبها على الجهة اليمنى، خطيرة لمصلحة كريستيانو. البحث عن كرة عرضية، تقدم لها خامس، خطيرة لرونالدو، معهم تيت يلعبها لرودريغيز. خامس عرضية لمارسيلو داخل منطقة الجزاء، عرضية سهلة لتير شتيجن. ليلة ليست ككل الليالي، لم يعد في الأعصاب أعصاب، لم يعد لديهم أعصاب. المشجعين متوترين، اللاعبين متسرعين، والكلاسيكو ينتظر هدف حاسم خامس ويكون حاسم في مباراة اليوم بعد أن سجل هدف خامس لريال مدريد. اسينسيو مع بيكي، 1-على-1 داخل منطقة الجزاء، يلعب كرة وتير شتيجن يتألق، واسينسيو مرة أخرى وعرضية أخرى ولمسة لكنها بعيدة وضاعت على ريال مدريد. يا إلهي، نريد في كل موسم 10 كلاسيكو، سنتنازل عن كثير من المباريات في الموسم. لا حاجة لنا في مشاهدة مباريات ليس لها علاقة بكرة القدم. نريد هؤلاء القوم، نريد هؤلاء النجوم، نريد هذا اللعب، نريد هذه الأجواء، نريد هذه الكرة. فهذا نهائي كما لو كان نهائي كأس عالم. والله في أوقات كثيرة في كأس العالم لا تشاهدها. الكرة تعود لبرشلونة بعيدة عن ليوب، سهلة لمارسيلو، والمعنويات عادت لمدريد، والدقائق صعبة، والدقيقة الأخيرة والهدف القادم حاسم خطير ويصعب تعويضه، سيكون قاتل جدا بالتأكيد. من يملك السلاح لقتل الخصم ليجعل يسقط أرضا هذا اليوم؟ الكرة بعيدة عن كريستيانو وسهلة لتير شتيجن. لا يمكن أن تنسى ما قام به حارسي المرمى في مباراة اليوم. حارسي المرمى قدموا مباراة كبيرة جدا في هذه المباراة. كوفازيتش إلى بيكي يلعب الكرة لإنيستا. الوقت القاتل في المباراة، من يحسم الكلاسيكو؟ كرة للأمام، لم نشاهد لويزيتو كثيرا في مباراة اليوم. مودريتش يفتك الكرة، مشروع مرتدة خامس، رودريغيز هذا اللي دخل وأكل الجو في الوقت اللي في دقائق بسيطة لعبها في الكلاسيكو. خطف كل شيء خامس إذا استمرت النتيجة على حالها. واسمعوا إلى برنابيو، واتركوا لي أشرب ماء لأن الأمور أصبحت صعبة جدا. صعبة على المتابعين، على المشجعين، على المحللين، على المعلقين، ما بالك على اللاعبين الموجودين على أرضية الملعب. لذلك تعرف لماذا هؤلاء اللاعبين تدفع فيهم أموال ضخمة جدا من أجل أن يأتوا إلى فريقين بهذا الحجم. بعيد الكرة عن كريستيانو، لبرشلونة، ورمية جانبية للبارسا. إنريكي، خسارة مباراة اليوم كانت ستعني ربما خسارة كل شيء ما عدا الكوبا ديل ري. ممتازة من سيرجي في وسط الملعب، مرتدة سريعة لبرشلونة خطيرة، 5-3 للبارسا على اليسار. فرصة للويزيتو، سواريز، وهذا جوميز يلعبها وتمريرة وكرة. لديكم لا خوف عليكم، ميسي لديكم لا خوف عليكم يا بارسا. هداف التاريخ للكلاسيكو يخطف كل شيء في أصعب ملعب، بل في أرضه ومكانه وملعب المفضل يا ليو، يا بالروزاريو، يا له من تحرك يا سيرجي. بطل الريمونتادا كان وراء كل شيء اليوم، وتمريرة ساحرة من جوردي. وين اليو؟ هذا
كما كان، وبعد ذلك صافرة الحكم تنهي كل شيء لتؤكد فوز البارسا وإبقاء ماله وحظوظه في الفوز بالليغا بعد الفوز بالكلاسيكو. وإن كان ريال مدريد لا زال لديه الفرصة ومباراة مؤجلة، وهذه لقطة ختام للاستثناء في كرة القدم. سيداتي وسادتي، نرجو أن نكون قد وفقنا في التعليق على مباراة اليوم، نرجو أنكم استمتعتم في أجوائها، وبعد مباراة كبيرة و5 أهداف وفوز في الرمق الأخير لبرشلونة بقيادة ليونيل ميسي، انتهى كل شيء في هذا الكلاسيكو.